السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل اللي بيتابعوني. النهاردة يا جماعة مش وصفة. النهاردة هنعمل مع بعض غدا كامل. آه كل حاجة ممكن هتيجي على بالنا ممكن هنعملها. نقول بسم الله. النهاردة محضرين هنعمل حمام محشي. وهنعمله النهارده محشي بالفريك، بطريقه برضك سهله جدا وبسيطه وسريعه، بحيث ان انتي تنجزي. لو عندك كذا حاجه عايزه تعمليها ما تاخديش اي وقت ولا مجهود. وعندنا بنفس الخلطه اللي هنعمل بيها الحمام هنعمل بيها الفراخ الحشو دي يا جماعه، اللي هي الفراخ البلدي الحشو الصغيره. وعندنا كبد وقوانص هنعملها بردك مع الحمام. وهنا عندي يا جماعة الفريك اللي هعمل بيه هحشي بيه الحمام. وفي نفس الوقت هنعمل شوربة فريك بردك، نستغل ان احنا نقعنا الفريك. هنا ده كده يا جماعة فريك منقوع، غسله كويس جدا ونقعاه. وقلت استغل ان الجو بيبقى برد بالليل، نعمل نقعت هنا قمح عندي وهنعمله بليله للولاد كده بالليل يشربوا منها، بتبقى حلوه جدا وبتدفي. نقول بسم الله ونبتدي. انا هنا يا جماعه البليله ديت انا نقعاها في ميه سخنه، ما عملتش حاجه اكتر من كده. والنقع ده بيساعدني في السوى يا جماعه، ما بيخليهاش تاخد مني سوى. كده بعد ما نقعتها هاخدها على النار على طول، علشان عقبال ما اخلص غدايا تكون هي كمان جاهزه معايا. انا هنا كده عندي ميه مغليه، هبتدي انزل بقى بكميه القمح اللي عندي وهسيبها كده بقى يا جماعه براحتها خالص على نار هاديه. و عقبال ما اخلص غدايا واخلص حاجتي هتكون هي جاهزه معايا. ويبقى كده انا خلصت البليله، مش هعمل فيها حاجه خالص غير لما تستوي. وهنا يا جماعه عندي هبتدي بقى اعمل الفريك بتاعي اللي هحشي بيه الحمام. انا هنا عندي بصلايه، شويه زيت. الفريك يا جماعه او الرز بتاع الحمام يفضل ان انت ما تستعملهوش سمنه، علشان يبقى الفريك او الرز من جوه الحمام يبقى مفلفل وحلو، فالافضل ان انت بتستعملي له الزيت. وبكده حطيت شويه زيت وعليهم بصلايه، وعندي هنا قرن فلفل حامي. ده يا جماعه حسب الرغبه، بس طبعا تكايه حلوه جدا وبتدي طعم للفريك حلو قوي. وهيبقى كده هقلبه لغايه ما البصل عندي يستوي شويه. انا عايزاه يا جماعه نص سوا، مش عايزه احمر البصلايه ولا عايزاها نيه. يعني هي دوبك بس تاخد لون كده اصفر معايا وهتبقى جاهزه معايا على طول. وفي المرحله دي اهي يا جماعه البصله ابتدت تصفر بس كده معايا. وفي المرحله دي هبتدي انزل بالقوانص الاول، علشان هي طبعا بتاخد مني سوا شويه، علشان مهريش الكبد بتاعه الفراخ يا جماعه. انا كده هنزل كده بالقوانص وهبتدي اديها تشويحه كده كويسه. في المرحله دي اهي يا جماعه اديتها تقليبه كده حوالي دقيقتين قبل ما انزل الكبده. وهبتدي انزل بقى كده بالكبده. الرز او الفريك ده يا جماعه بتاع الحمام حلو جدا، يعني مش لازم ان انتي تعمليه بس علشان تحشي بيه الحمام. لا، يعني انا بعمل هنا هعمل كميه ازيد من اللي انا هحشيها، بحيث ان انا هيبقى هخلي حبه تحت الحمام. ممكن اللي مش عايز او اللي عايز زياده من الفريك اللي موجود في الحمام
يبقى فيه زيادة من تحتيه، هيبقى حلو جدا يتاكل بردك لوحده. هيبقى كده يا جماعة بالشكل دوت. في المرحلة دي اهي يا جماعة الكبدة بعد ما شوحتها كده وتقريبا بقت حوالي نص سوا. هبتدي انا خدت كمية الفريك اللي انا هعملها هنا مع الكبد والقوانص، وهبتدي انزل بقى بيها. وفي المرحلة دي اهم حاجة التقليب علشان تاخدي الفريك يكون مفلفل وحلو. لازم التقليب هنا يا جماعة في المرحلة دي كويس جدا جدا، وتتأكدي ان الفريك كده اندمج مع الكبد والقوانص والبصل بتاعنا. وكده بعد ما اتأكدت ان هو اتقلب كويس جدا واندمج كده مع الكبدة والقوانص، في المرحلة دي انا عندي البهارات اللي هحطها عليها. عندي ملح وفلفل، وعندي معلقة ملح يا جماعة، ونص معلقة فلفل، وربع معلقة من القرفة. وعندي هنا يا جماعة دي فصوص الحبهان. فصوص الحبهان هو كده بتبقى الواحدة سليمة، انا بفتحها وبطلع منها الفصوص اللي فيها دي، حلوة جدا جدا. حمام يعني لازم الحشوة بتاعته تبقى فيها الحبهان، بتديله طعم ومذاق تاني كده خالص، حلو قوي يا جماعة. وبكده اهو خلصت انا حاطه حوالي 4 أو 5 فصوص من الحبهان، وهبتدي بقى اقلبهم تاني كده تقليبه كويسه قوي. وادي رشه كده بقى بسيطه من جوز الطيب. انا بحبها كده يا جماعه فريش، مش بحبها بودر، بتبقى ريحتها و ريحتها نفاذه اكتر، وطعمها بيبقى باين وحلو جدا، غير ان انتي بتبقي جايباها بودر. اهي كده يا جماعه رشه كده خفيفه، وبكده خلاص ابتدي بقى اقلب الفريك بتاعنا كويس جدا بالشكل ده. وكده اتاكدت ان انا قلبته كويس جدا، والتوابل بتاعتي كلها امتزجت فيه. هبتدي بعد كده هجيب الميه بتاعتي. الفريك اللي عندي هنا ده كده يا جماعه نص كيلو. انا هاخد منه حبه هبتدي احشي بيهم الحمام والفراخ، والباقي هخليه يكمل سوا. يبقى النص كيلو علشان انا نقعاه، وهاخد منه كمية وهو هيبقى لسه نص سوا. هيبقى المية بتاعته حوالي كوبايتين بس. هو كده يا جماعة المية بتاعته حتى مش هتبان من الفريك، حاجة كده بسيطة خالص. النص كيلو عليه كوبايتين مية اهو يا جماعة، حتى المية ما طلعتش حتى على وش الفريك. هيبقى بالشكل ده. هسيبه كده خلاص، هغطيه، هظبط ملحه وهغطيه، وحوالي 5 أو 10 دقايق بس من السوا بتاعه. وهبتدي افتح واخد الكمية اللي انا عايزاها عشان احشي بيها الحمام. وهنا كده يا جماعة انا خدت كمية من الفريك. طبعا هو يدوبك 5 دقايق 10 دقايق، وخدت الكمية اللي انا عايزاها وسبت الباقي علشان يستوي. في تكاية طبعا مهمة جدا. انا هنا الفريك دوت هعمل فيه حاجة كده بحيث ان هو يديني طعم احلى واجمل طبعا بكتير. انا عندي هنا كده يا جماعة معلقة بصل ني، بصل فرماه في الكبة. هاخد كده البصل ده وهضيفه كده على الفريك. ما تتخيلوش معلقة البصل ديت هتدي طعم حلو جدا جدا للفريك. هيبقى بالشكل ده. وبعد كده بردك في تكايه كده بردك مهمه هقول لكم عليها. انا عندي الحمام هنا كده يا جماعه انا غسلاه كويس جدا، وفاصله الجلد بتاعه بالشكل ده.
ده مفتوح من هنا ومن هنا، الجلد كله كده يا جماعه اهو كده مفتوح من فوق ومن تحت. وده اغلب الناس بتجيبيه من عند بتاع الفراخ بيبقى بالشكل ده كده مفتوح من فوق ومن تحت. في طريقه بردك افضل واحلى لاي حد مبتدئ يخاف ان الحمام يتفتح منه، اللي هي دي كده يا جماعه. الحمامه بتبقى الجلد بتاعها متشال، بس بتبقى مقفوله من تحت، هيبقى بالشكل ده كده. هنا كده يا جماعه بصوا اهي، دي بتبقى مقفوله، الجلد مقفول مش مفتوح، بيبقى كل الجلد من هنا كده هو مفتوح لحد هنا ده مش مفتوح. دي بتبقى سهله جدا في الحشو. هبتدي بقى انا اخد الفريك اللي عندي وهبتدي احشي من الرقبه من فوق، وهبقى متاكده اني مفيش حاجه هتنزل تقع مني تحت، علشان خاطر الجلد بتاعها اصلا مقفول. طيب بالنسبه لو حد هيبقى صعب عليه ان هو يحشي الحمام وبيبقى مش عارف يحشيه من هنا كده، هو حشو يا جماعه والله سهل زي الممبار كده بالظبط، هيبقى كده ممكن نسهل الدنيا علينا. عندي هنا كده هجيبه احطه كده في رقبه الحمامه، هيبقى بالشكل ده، وهاخد كميه الفريك بتاعي ديت يا جماعه، هيخليكي تنجزي وتحشي لو 20 حمامه في وقت واحد مفيش اي مشكله. هتاخدي كده اهوت وهتبتدي تنزلي كميه الفريك اللي انت عايزاها كده اهو بسرعه، وفي ثواني هتلاقي الحمامه بتاعتك اتحشت. هيبقى كده يا جماعه، وهيبقى كده الحمامه بتاعتي كده اتحشت اهي. وهنا مهما دخلت كده يا جماعه لما بتبقى مقفوله من هنا اهو يا جماعه، مهما دخلتي مفيش اي حاجه هتقع من هنا اهي. الفكره دي والحركه دي في التنظيف بتبقى حلوه جدا وسهله، وبتخلي لك شكل الحمامه بيبقى حلو جدا اهو كده يا جماعه. ارجع بقى الجناح بتاعها ده كده لورا، وابتدي اشيل اي زياده فيها اهو يا جماعه بالشكل ده. تبتدي بقى توزعي كده، وهتيجي عند الرقبه ديت. خلاص انا خلصت كده كميه الفريك اللي انا عايزاها. هجيب اي قطعه كبده من الفريك بتاعي ده علشان ابقى ضامنه لو مفيش حاجه بردك تخرج من الرقبه، من رغم ان انا متاكده ان هي مفيش حاجه هتخرج، هو الكميه اللي موجوده فيها دي كده هتبقى مناسبه. هيبقى كده، ومن جوه احط كده كميه بردك صغيره من جوه الحمامه من جوه بالشكل ده كده يا جماعه. مش بكتر علشان خاطر الفريك ده لسه ما كملش سوايه يا جماعه. وبقفل كده الكبد والقوانص بتاعه الحمامه اهي، بدخلها كده على الحرف، بحيث ان انا عايزه الشوربه بتاعتي بس تبقى نضيفه، مفيش اي كميه فريك تقع فيها، عشان طبعا الشوربه هستعملها لحاجات كتير. هيبقى كده هقفل الحمامه بتاعتي بالشكل ده، وهبتدي اعمل بقى كده الكميه اللي عندي كلها. هيبقى بالشكل ده كده يا جماعه، انفض كل الزياده اللي فيها بالشكل ده، وابتدي اعمل بقى ايه بقيه الكميه اللي عندي. والفراخ الحشو دي بردك يا جماعه حلوه جدا، بيبقى لحمها حلو جدا وبتبقى مسكره، وبنفس حشوه الحمام بتديلك طعم احلى كمان من الحمام. هنحشيها بردك بنفس الطريقه، وهيبقى جاهز كده معانا. وبكده يا جماعه يكون خلصت خلاص حشو الفراخ والحمام، وهتبقى بالشكل دوت اهو كده يا جماعه. وشلت اي رز او اي فريك على الجلد من فوق، هيبقى كده ده كده شكله. وهاخده على طول كده على ميه سخنه. وانا هنا كده يا جماعه عندي حله فيها ميه مغليه. هحط في الميه ديت يا جماعه ورقتين 3 من ورق اللوري، وعندي كام واحده كده من الكبابه الصيني،
بتدي بردك طعم حلو جدا في الشوربه وبتشيل اي زفاره. وعندي 4 أو 5 فصوص من الحبهان. انا بس بضغط عليهم بس كده ضغطه كده بسيطه يا جماعه. بصوا اهي حاجه كده بسيطه جدا عشان تطلع لي ريحه الحبهان، وبحطهم كده في الشوربه. وعندي حوالي نص معلقه بس من الفلفل الاسمر. والملح يا جماعه انا مش بفضل احط الملح دلوقتي، انا هحطه في الاخر خالص كده او في نص السوا بتاع الحمام. وعندي هنا طماطم وبصل، وعندي نص قرن فلفل كده حامي، ده حسب الرغبة بس بيدي للشوربة طعم وريحة حلوة قوي. هضيفهم هنا كده في الشوربة بتاعتي. وبعد كده هنزل بكمية الحمام اللي عندي، هنزل كده واحدة واحدة كده بالراحة. وهدي بس وقت دقيقة ثانية واحدة يا جماعة مش اكتر. ان هي انت اول ما بتنزلي باي حمام بتخلي الشوربة بتاعتك او المية بتاعتك بتبرد شوية. بنزل بعد كده بالتانية بتلاقيها هي لوحدها قفلت من عند الرقبة ومن تحت. هيبقى كده اهو يا جماعة بالشكل ده. هي يا دوبك اقل من ربع دقيقة وبتنزلي باللي وراها على طول. وهعمل بردك كده انا في الفراخ وهستنى لحد ما تطلع لنا بقى الشوربة الحلوة علشان نشوف هنعمل بقية اكلاتنا ايه. وهنا كده يا جماعة عندي خدت شوية من شوربة الحمام. طبعا قلت استغلها. وعندي هنا حطيتها في حلة هنا كده فاضية. مش عايزة اقول لكم قد ايه الشوربة طالعة هي جميلة وبيضة وحلوة جدا. هتبقى كده. وانا عندي هنا باقي كمية الفريك اللي انا كنت نقعاها، هبتدي انزلها هنا كده يا جماعة علشان اعمل بقى شوربة الفريك بتاعتي الحلوة. هيبقى كده يا جماعة هنزل كل الكمية اللي عندي. وبرضك مش هعمل فيها اي حاجة دلوقتي خالص غير لما الفريك عندي يستوي. هتبقى بالشكل ده. طبعا شوربة الحمام جميلة جدا جدا، هتخلي الفريك عندي طعمه حلو قوي. هيبقى كده يا جماعة هسيبها لحد ما الفريك يستوي تماما، وبعد كده هبتدي اشتغل فيها. وهنا يا جماعة برضك قلت ايه استغل طبعا شوربة الحمام. اكتر شوربتين يا جماعة طبعا اي ست بيت بتبقى عارفة اللي هي بتحب تستغليهم جدا، وبالذات لما بيبقوا طالعين حلوين جدا، شوربة الحمام وشوربة البط. انا قلت برضك استغل هنا شوربة الحمام. عندي حلة فاضية حطيت فيها معلقة من السمنة، وهنزل بيها بمعلقة من البصل. وهعمل معاكم طبق كده من كشك المزية، بيبقى بردك حلو جدا جنب أكلة الحمام، بيبقى جميل جدا. هنا كده عندي السمنة ونزلت على طول كده بالبصل، وهفضل اقلب فيه يا جماعة لحد ما يديني اللون الذهبي الحلو. وفي المرحلة دي يا جماعة اول ما البصل عندي كده بقى لونه ذهبي، هبتدي انزل بمعلقتين من الدقيق وهقلب بقى كويس قوي. هيبقى بالشكل ده. الكشك بالطريقة دي يا جماعة بيبقى حلو جدا جدا جدا. طريقة سهلة وبسيطة ومش بتاخد منك وقت وبتديكي نتيجة وطعم حلو جدا جدا. هيبقى كده يا جماعة بالشكل ده. وعندي هنا انا بس هدي تقليبه كده صغيره وبسيطه للدقيق يطلع الرطوبه بتاعته. هيبقى بالشكل ده علشان خاطر انا مش عايزه احرق الدقيق. هيبقى بالشكل دوت كده يا جماعه. وعندي كوبايه من شوربه الحمام هنزل بيها.
وبعديها على طول هنزل بكوباية من اللبن، وهبتدي بقى اقلب بالشكل ده لحد ما يتقل معايا ويديني القوام الحلو قوي دوت. هيبقى بالشكل ده كده يا جماعه. وفي المرحله دي يا جماعه خلاص كده، اول ما هيبتدي يبقى كده يعمل الفقاعات ديت، هيبقى كده الكشك بتاعنا خلاص استوى. هبتدي اطفي عليه واغرفه في طبق. انا كنت عامله بس هو كميه قليله جدا، هي طبق واحد بمعلقتين من الدقيق. هيبقى بالشكل ده كده يا جماعه خلاص. ابتدي كده اغرفه واستغل بقى الشوربه بردك تاني واعمل طبق ملوخيه علشان يبقى كده الغدا بتاعنا كمل كله. وهنا كده خدت يا جماعه شويه شوربه وابتدت تغلي معايا. وفي المرحله دي اول ما هتغلي هنزل بنص معلقه كده من الثوم الني، وعليها على طول نص معلقه من الكزبره الناشفه. الكزبره الناشفه والثوم يا جماعه في المرحله دي بيخلي الملوخيه حلوه جدا جدا. وهيبقى كده عندي الملوخيه خلاص كده. بعد ما الشوربه بتاعتي غليت هبتدي انزل بقى بالملوخيه. هيبقى بالشكل ده كده يا جماعه. الملوخيه عندي هنا دي الملوخيه المجمده. هتبقى كده في المرحله دي الملوخيه المجمده لازم اوطي خالص لحد ما الشوربه تبتدي تغلي تاني معايا. في المرحله دي اهي يا جماعه ساحت. ابتدي بقى ايه احرك كده فيها بشوكه. الحركه اللي هي بتاعت الشوكه دي يا جماعه حلوه جدا، بتقلك الملوخيه وبتعمل لك ليها عرق حلو قوي، وبرضك بتحافظ على اللون بتاعها يبقى كله كده بسوا واحد، لونه اخضر كده حلو. هيبقى كده يا جماعه هبتدي احرك كده فيها لحد ما الملوخيه بتاعتي كده بقى تستوي. وهبتدي بقى اقفل في كل الغداء اللي انا عملته، اذا كان شوربة الفريك او الملوخية هعمل لها الطشة. وهبتدي الحمام طلعته هعمل له بس كده ايه خلطة كده بسيطة، وانا هدخله الفرن. مش هحمره، هدخله كده الفرن هو والفراخ الاتنين مع بعض مرة واحدة. وهيبقى كده انا هستنى بس دقيقة واحدة الملوخية تكمل سواها، اكون حضرت الفراخ علشان ادخلها الفرن. وفي المرحلة دي يا جماعة انا عندي كده الخلطة بقى اللي هعملها للحمام والفراخ. انا عندي هنا كده معلقة من السمنة، وهضيف عليها معلقة واحدة كده بس ايه من الزيت. هيبقى بالشكل ده. وهجيب يا جماعة عليها عصرة نص ليمونة. هيبقى بالشكل ده اهو كده يا جماعة، عصير نص ليمونة بالشكل ده. وهضيف يا جماعة حاجة كده بسيطة جدا جدا بطرف المعلقة رشة فلفل اسود، وهدي رشة كده بردك بسيطة من الملح. هيبقى كده يا جماعة حاجة بسيطة جدا. وهبتدي الحاجات دي كلها هبتدي اقلبها كده في قلب بعض. الليمون يا جماعة على الحمام اهم حاجة طبعا في الحمام. محدش طبعا بيعرف يفصل الجلد بتاعه، فلو الجلد بتاعه بيبقى مقرمش وحلو بيبقى بيتاكل وبيبقى جميل جدا. انا عندي كده عملت الخلطة دي كده بتاعتي كده خلاص. هاخدها وبعد كده هنزل بيها كده على الحمام بتاعي. هيبقى بالشكل ده. الخلطة دي يا جماعة بتخلي اللون الحمام لون الكهرمان كده لونه حلو جدا ذهبي وجميل، والجلد بتاعه مقرمش وحلو قوي. هيبقى كده. وهعمل بردك الفراخ بتاعتنا بالشكل دوت ونفس الطريقة ديت. هيبقى بكده. وبعد كده هدخلها في الشواية على الشواية يا دوبك بس هتاخد لون وهبتدي اخرجها.
بالشكل دوت كده يا جماعة. وفي المرحلة دي بقى كده يا جماعة انا عندي هنا سمنة، وحطيت فيهم معلقتين من الثوم، وهبتدي بقى احمر فيهم علشان اعمل الطشة للملوخية والفريك. هيبقى بالشكل ده. احمر كده بقى معايا الثوم تحميرة كويسة. يبقى كده يا جماعه اداني اللون الذهبي كده الحلو دوت. هبتدي اقسم بقى الطشه دي لنصين. هتبقى بالشكل ده، نص هحطه هنا كده يا جماعه، ونصه هحطه هنا. هيبقى بالشكل ده. وكده هتبقى دي طشه الملوخيه. وعملنا شوربه الفريك الحلوه قوي قوي قوي، مغذيه جدا يا جماعه، وطعمها مهما قلت لكم روعه وفوق الجمال، ملهاش حل. حلوه جدا جدا. كده شوربه الفريك بتاعتنا هتبقى جاهزه، وعندنا الملوخيه كمان جاهزه. هنغرفها عقبال ما الحمام بتاعنا يطلع من الفرن. هيبقى كده غدانا جاهز. وهنبص كمان دلوقتي على البليله اللي احنا عملناها كده اهي. كمان يا جماعه البليله بتاعتنا خلصت اهي. والله يا جماعه ولا نشا ولا اي حاجه، هي بتبقى كده تقيله زي اللي انت بتجيبيها من بره. وطبعا انضف واحلى واجمل طبعا بكتير. ولا حطيت نشا ولا حطيت اي حاجه، زي ما انا قلت لكم عملتها. الميه كانت سخنه، نزلت بالقمح بتاعي اللي انا كنت نقعاه. كل ما تنقعيه اكتر كل ما هيبقى التسوية معاكي هتبقى اسرع. هيبقى كده يا جماعة. احنا هنا بنحبها بتبقى هي كده. واللي بيغرف بيزود اللبن اللي هو عايزه ونسبة السكر اللي هو عايزه. هيبقى كده. دي بردك معانا البليلة الجميلة جدا اللي مفيش غنى عنها في فصل الشتاء. وبكده يا جماعة عندي كده الحمام خلص ورصيته على السفرة خلاص. ده كده هيبقى شكله اهو يا جماعة. والجلد بتاعه طالع حلو ومقرمش. وما حمرتوش، انا دخلته بس في الفرن وطلع باللون الحلو الجميل دوت. وهنا عندي الفراخ بردك نفس الشكل ونفس الجمال ونفس اللون الاحمر الجميل دوت. وعندي هنا ده شوربة الفريك والملوخية. وعندي هنا ده كشك المازيه اللي احنا عملناه مع بعض. حاجة جميلة جدا جدا جدا. وهنا عندنا البليلة اللي احنا عملناها جميلة جدا جدا يا جماعة. وهي كده طالعة تقيلة والله، من غير نشا ومن غير اي اضافات. هي ده كده شكلها. ممكن بقى اللي حابب يزود لبن هيبقى ده كده. وده كده هيبقى غدانا. ممكن شوية سلطة، اي نوع مخلل من عندنا. ويا ريت تجربوا الوصفات اللي احنا عملناها النهاردة، اذا كان الحمام او الفراخ او شوربة الفريك والكشك الجميل جدا والملوخية الخضراء. يا ريت النهارده يكون غدانا ويومنا في المطبخ عجبكم. وما تنسوناش في اللايك، واللي يعجبه الوصفات النهارده يا ريت يكتب لنا في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.